كتير من الناس اللي بتشتغل في مجال السبلاي تشين بيكون متخيل ان مجرد ان هو ادى المهام اليوميه بتاعته وانه حقق للعميل اللي هو عايزه فهو كده خلص، وليس في الامكان افضل مما كان. الحقيقه احنا بنقول never be satisfied. دايما ممكن تعمل الاحسن، دايما ممكن تطور. مهم جدا طول ما انت بتشتغل في اي بروسيس حتى لو بتحقق النتائج اللي انت عايزها، ازاي تفكر تطورها، تحسنها، تعمل improvement ممكن تيجي في وقت وسايكل تايم، improvement ممكن تيجي في الكوست والريسورسز، improvement تيجي في الكواليتي اوف برودكت، الكواليتي اوف اكسكيوشن. دايما بتفكر ازاي تعمل احسن من نفسك في المره اللي فاتت. دايما من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها جاست ان تايم، مصطلح مشهور جدا، ملخصه في السبلاي تشين ان كل حاجه تتم في ميعادها في وقتها. هتجيب بضاعه، البضاعه دي تيجي في الوقت اللي انت محتاج لها فيه. هتجيب اكويبمنت جديده او ريسورسز جديده تكون موجوده في الوقت اللي انت محتاج له، لا بتيجي بدري ولا بتيجي متاخر. وجود الجاست ان تايم كمفهوم في ادائك لكل العمليات بتاعت السبلاي تشين بيسهل عليك جدا ان الاكتيفيتيز كلها تتم بهارمونايزيشن وسينكرونايزيشن مبسط، ينتهي بيك انك اديت المهام اللي مطلوبه منك بالاوبتمايزد ريسورس ليميت اللي ينفع انها تتنفذ بيه. فبالتالي ما تصرفش كتير، ما تستهلكش ريسورسز وموارد كتير، ما يخرجش من عندك ويست كتير بسبب انك دايما شغال باستراتيجي جاست ان تايم. ساعات وبيكون مفهوم خاطئ عند البعض ان لو اتحركت اسرع من اللي الماركت محتاج له انا هحقق اكتر، انا هطلع انتاجيه اعلى. بنقول لا، دايما فكر جاست ان تايم. جاست ان تايم في الاخر هي فكره سينكرونايزيشن، ازاي احقق البيست والافيشنت سبلاي تشين بالاوبتمايزد ليميت ريسورسز.